بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الغلط في الصورة دي؟ الصورة دي الصواني دي او الصاج دوت لسه جديد، لسه شرياه. انما انا وانا بعد ما استخدمته عملت فيه مثلا بيتي فور او حاجة، وبعدين بعد كده حطيته على في الحوض عشان اغسله ونسيته. اوكي. فطبعا واضح ان هو فيه يعني تلفيات نتيجة المية، التعرض الشديد للمية بدون داعي، يعني مش هو ده العادي بتاعه. اوكي، طب وايه المشكلة في كده يعني؟ المشكلة ان انا لما لاحظت حتى الفيديوهات بتاعتي اللي انا بعملها باستمرار عن الاكل وكده، ايه الغلط في الاكل ده، ايه الغلط في الاكل ده، انه انا بنسى الحاجة. يعني بقول أنا أحط الحاجة وأتشغل في حاجة تانية، تلاقي الحاجة اللي أنا مجهزاها طبعا مش هتفضل للأبد طرية ونظيفة وفريش، بتكون خلاص دبلت أو نشفت أو قطعت من بعضها. ف ده بيؤكد ليا يعني إنه أنا بالفعل عندي نوع من التشتت، ADD. يعني ممكن في حلقة تانية بقول أنا عملت إيه علشان أنا أتغلب عليه بدون أي علاج أو حاجة. بس يعني الحمد لله لما الإنسان يتأكد ويكتشف إنه كان شاكك في حاجة وطلعت صح، عشان يعرف بقى يعالجها كويس. وربنا يشفينا جميعا.